كزوج عليك أن تكافئ زوجتك بهدية تساوي الذهب في رمضان، لكن لماذا؟ في الجزائر ومع نهاية شهر رمضان يكرم الزوج زوجته بهدية رمزية تعرف بحق الملح، تقديرا لجهودها في تحضير الطعام والاعتناء بالبيت خلال الشهر المبارك. غالبا ما تكون هذه الهدية قطعة ذهبية، مجوهرات أو حتى مبلغا ماليا، وهو تعبير عن الامتنان لتعبها وسهرها على راحة العائلة. يعود هذا التقليد إلى العهد العثماني في الجزائر، حيث ساد الاحترام والتقدير داخل الأسرة، وكان حق الملح بمثابة لمسة وفاء للزوجة التي تبذل مجهودا مضاعفا في رمضان. يقال إن التسمية جاءت من كون الزوجة رغم صيامها تتذوق الملح أثناء الطهي لضبط النكهة. ورغم تغير العادات مع الزمن، لا تزال العديد من العائلات الجزائرية تحافظ على هذا التقليد، ليبقى حق الملح رسالة امتنان تتجاوز الكلمات وتؤكد أن العطاء يقابل دائما بالتقدير.